السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتصار ورا انتصار، الانتصار بيجيب انتصار، الاستقرار بيجيب استقرار. الأهلي النهاردة بعد ما فاز على إنبي بيأكد معلومة وبيأكد حاجة، إن هي الفوز بيجيب فوز. إحنا كنا دايما نقول الكلام ده زمان، الفوز بيجيب فوز، الاستقرار بيجيب استقرار. المدرب لما بيحط إيده على الأخطاء أو المشاكل اللي كانت في الفرقة بيعرف إن هو يوصل للي هو عايزه. الجمهور لما بيدي دفعة، الجمهور لما بيبقى سند لفريقه وبيفضل يسنده من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة، كسبان متعادل خسران، بيفضل جمهور النادي الأهلي الجمهور الوفي، الجمهور اللي بيقدر يحرك الصخر. الأهلي بيوسع الفارق ما بينه وما بين الزمالك، طبعا المنافس التقليدي ليه. بيوسع الفرق ل5 نقط. المباراة ابتدت النهاردة في أجواء حماسية. الأهلي عدل من تشكيله. كولر، مارسيل كولر عرف إن البداية ببرونو سافيو مش هي اللي هتجيب الفوز او هتخلي العرض شكله كويس. اخر ان هو ينزل برونو سافيو، ثبت مجدي قفشه مع شريف مع حسين الشحات مع السولية مع اليو ديانج، يعني القاطرة البشرية الدبابة البشرية، افضل محترف في الدوري المصري، افضل المحترفين في الدوري المصري، واعلى سعر لاعب محترف في الدوري المصري. محمد مجدي قفشه النهارده بيرجع لمستواه العالي اللي عرفته جماهير النادي الاهلي، وبيجيب جون طبعا، وبيعبر عن شكره للجماهير وشكره للفانلة الحمراء. طبعا من كورة السولية ومن اسيست السولية. ديانج بيجيب جون، يعني جون على الطريقة المارادونية، على طريقة عنتر، على طريقة الاقتحام، على طريقة يعني طبعا اندفاع ثم اندفاع. دخل ويعني دخل في دفاعات انبي، بيكسر فيها لحد ما وصل للجون وحطها في سقف الجون عشان الأهلي ياخد ال3 نقط، وعشان كولر يثبت لجماهيره ان هو ما بيكبرش، ما بيعاندش في الغلط، لا، بيسمع للرأي الآخر، بيسمع للاعيبته، بيحط ايده على اماكن الضعف واماكن القوة، وعشان كده بيقدر انه يحقق انتصار. عبد القادر وجوده اساسي عفوا. محمد مجدي قفشه وجوده اساسي. حسين الشحات وهو في مستواه وجوده اساسي. طبعا محمد هاني يوم عن يوم بعد اصابه اكرم توفيق بيقول انا خلاص رجعت لمستوايا وحقكم عليا يا جماهير النادي الاهلي. السولية ما شاء الله عليه. ديانج حاجه تحفه. الاهلي يعني بيقول انا راجع للبطولة المفضلة، وسع الفرق ما بينه وبين الزمالك ل5 نقط، وبيقول انا يعني ايه، انا عايز بطولتي المفضلة، انا عايز ارجع للدوري العام، البطولة المفضلة ليا، واكتر نادي مصري محقق الدوري العام المصري. انبي كان طبعا خطته دفاعية بحتة. طلعت يوسف كان عايز يطلع بالتعادل، بس الأهلي قدر إن هو يوصل للفوز برغم ضياع الفرص واللي عمله محمد شريف في جماهير النادي الأهلي برضو. بس هم صابرين لأن هم جماهير وفية، فالأهلي برضو بيعرف إن هو يكسب، وبيعرف يحط إيده على الأخطاء، وبيعرف يوصل للمكسب. فبتستمر طبعا المنافسة ما بين الأهلي والزمالك، وإحنا المستفيدين من الإثارة والحماس والقوة اللي بتخش على الدوري المصري. وإن شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.